السلام عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ اموركم مزيانه؟ كي صبحتوا؟ ان شاء الله تكونوا على خير وبخير، ومرحبا بكم في فيديو جديده. في هذا الفيديو هذا من بعد ما غادي نفطروا ان شاء الله غادي ناخذكم معايا في جوله في واحد من اجمل المدن في فرنسا اللي هي مدينه ليون، وغادي نكتشفوا مع بعضياتنا بزاف ديال البلايص اللي كيعطيو لهذه المدينه سحر خاص. غادي نوريكم شي بلايص ما غاديش تنساوهم في هذا الفيديو هذا. بالنسبه للناس اللي غادي يكونوا مرافقيني في هذه الخريجه هذه ان شاء الله غادي تكون معايا الغزاله صفاء اللي قدمتها لكم في الفيديو السابق، والسيده ليلى الغزاله الفنه السيده الله يعمر ليها الدار، حتى هي غادي تكون بالرفقه ديالنا وغادي تكون ان شاء الله خرجه زويونه ان شاء الله. الخريجه معاهم غادي نستافدوا فيها بزاف ديال الحاجات، وفي نفس الوقت غادي نكونوا مستمتعين مع بعضياتنا. فغادي نكمل الفطور ديالي ان شاء الله على بركه الله، نشدوا الطريق ديالنا. صافي هنا وجدنا راسنا، لبسنا حويجاتنا ودابا صافي غادي نشدوا الطريق. وهنا كنشارك معكم الجو كيفاش داير. صباح الجو من داكشي رفيع، طاح الشتيوه من قبل، ولكن دابا الجو زوين، يعني خارجه ديك الشميشه خفيفه، ما سخونه ما حتى شي حاجه. والنيت هذا الجو هذا ديال هاد الخريجه هذه النيت. يلا خليكم معايا ما تمشيو فين. Sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets, no plan. Chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step. هذا بارك ديال السيارات. خلينا السياره ديالنا هنا لتحت، ودابا غادي نطلعوا للفوق. وعندي لكم واحد الطراب صغيور هنا غادي تبان معكم ان شاء الله. صافا ادي لكم واحد مقدمه صغيره، بغيتكم تخليو لها واحد الميساج زويون، اما تعليق هكا فيه شي كلام زوين، اما قليبات اللي بغيتو. المهم هي غادي تشوف الفيديو وغادي تقرا لي كومونتير ديالكم. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter Lyon. D'abord, on a l'opéra de la grande opéra de Lyon. On a la grande mairie de Lyon 1er. Et après, nous avons des petits monuments, voilà, les cafés, les terrasses. Voilà, très bien pour marcher. وكيف ما قدمت لنا صفاء باللي هاد الساحه هذه كتجمع ما بين دار الاوبرا الكبرى في ليون والبلديه ديال ليون. هنا كاين بعض المعالم اللي صراحه كنلقاوها في اي بلاصه. D'abord, on a fait la place des terreaux, une grande place juste derrière la mairie à votre droite là-bas. Voilà. من اشهر الساحات التاريخيه في مدينه ليون الفرنسيه كاينه بلاص دي تيرو، كتميز بنافورتها الشهيره والاجواء الحيويه اللي كتحيط بها، وكتعتبر وجهه اساسيه لعشاق المعالم والتصوير اكتشاف جمال مدينه ليون. وحنا دابا كنتواجدوا في بلاصه اللي معروفه هنايا في ليون، مشهوره بالاسم بلاص بيلكور. هي من اكبر واشهر الساحات في فرنسا. La place Bellecour. D'abord, on a la Fourvière, la cathédrale de Fourvière-Drée. Après, on a Louis XIV, c'est un roi de la هذيك. وaprès كاين الناس كيجلسوا لهنايا qui عندهم مع الشمس. وهذاك la place Bellecour, c'est la place Bellecour, c'est la plus grande place de l'Europe. Donc voilà. لويس 14 أو لويس 14 كان ملك فرنسا، وهو أحد أشهر الملوك في التاريخ الفرنسي. كان كيتلقب بملك الشمس. حكم فرنسا لمدة طويلة بزاف واشتهر بالقوة ديال الدولة، وهو اللي بنى قصر فيرزاي الفخم.
وحنا كنتمشاو في الشوارع ديال مدينه ليون. هي تبان لي هنا واحد الكنيسه. بغيت صراحه ندير لكم هنا واحد الجوله بالنسبه للكنيسه كيقصدوها الناس للصلاه وكيتعبدوا فيها. اجي ندخلوا ندير لكم واحد الجوله صغيره خفيفه ظريفه. Ô Dieu de lumière, reste dans mon silence. في هذه البلاصه هذه اللي كنصور لكم دابا، هنا فاش كيكون عندهم مثلا زواج او لا عندهم الطقوس ديالهم. في هذه البلاصه هذه كيكون واحد السيد اللي هو اللي كيكون مكلف بالموسيقى اللي كتسمعوها هكذا في الكنائس. صورت لكم الكنيسه من الداخل، وهذا الشكل ديالها من برا. فورفيير هي أكبر وأشهر كنيسة في مدينة ليون وكتطلع المدينة كاملة.
ونزيد نعرفكم بهذه الكنيسه فورفيير اللي معروفه عالميا، وحنا مازال غادي ندخلوا لها لداخل وتشوفوها كيفاش دايره من الداخل. بالنسبه لهذه الكنيسه كتميز بواحد الهندسه معماريه فخمه وزخارف ذهبيه، بطبيعه الحال هادشي كله غادي نلقاوه لداخل. كتعد اولا كتعتبر من اهم المعالم الدينيه والسياحيه في ليون، وتزورها الزوار من جميع انحاء العالم. هذه الكنيسه فيها جوج ديال القاعات، القاعه الفوق هي اللي كنا فيها، ودابا غادي نهضروا للقاعه التحتانيه. انت كتجلسي هنا بحال دابا ولا درتي شي حاجه شي ذنب ولا شي حاجه كتجي وكتعاودي له كلشي وهو كيبقى كيسمع لك وفي التالي كيقول لك زعما كو ديو دو باردون انني غندير الدعاء باش ربي يغفر لك وكلشي فهمتي. وما خصوش يشوف شكون اللي
تدخل وتسد عليه. كيكون دابا راه عندهم دايرين فيلم كيكون دايرين غيدو و بحال كيعيطوا ان كونفيسيون. مثلا درتي شي حاجه شفرتي شي حاجه ولا هضرتي على شي واحد كتجي كتقول لي نقول طلب ربي يسمح لي. يسمح لي. لا ما في اللي طلب الله مباشره كتجي عنده هو النيت. ومن بعد هذه الجوله اللي درت معكم في الكنيسه دابا وصلنا لواحد البلاصه اللي معروفه هنايا في مدينه ليون. جوج بلايص بليتو معروفين في مدينه ليون. الاولى تياتر رومان اولا مسرح الروماني ولا ميوزي ليك دي نيوم المعروف بالمتحف الاثري ليك دي نيوم. كيتعدوا من اهم المواقع الاثريه في مدينه ليون. بالنسبه للمسرح الروماني هو مسرح قديم كان كيستعمل في العهد الروماني للعروض والمسرحيات ومازال محافظ على الشكل ديالو. اما دابا رجعوا كيستعملوا فيه بعض المهرجانات والحفلات. بالنسبه للمتحف الاثري ليك دي نيوم فكيعرضوا فيه تاريخ المدينه ديال ليون القديمه في ذاك العهد يعني في العهد الروماني. وفيه كذلك غادي تلقاو داخل تماثيل واثار وادوات اللي كتبين كيفاش كانت الحياه في ذاك الوقت. هنا كانوا كيجلسوا كانوا كيديروا هذيك الشيء تاع لي باتاي ديالهم ولا كان يا بحال لي ديسيزيون ا برون سي ليبوك دي رومان كان يبي لي روا رومان كانوا كيجيو هنا كياخذوا مثلا بحال شي اجتماع ديالهم كيديروا هنايا ولا فاش كانوا لي باتاي كيدابزوا ولا كانوا كيديروا لي باتاي تاع بنادم مع بنادم. ردوها كيديروا لي سبيكتاكل ولي تياتر دابا ولا دي ولا كاين دي بحال مثلا شي لي شونسون لي فيت فوالا دي شونتور كيجيو كيغنيو. دابا راهم كيوجدوا شي حاجه يمكن كنبدا بشي حاجه. صراحة هاد الخريجة هادي أولا هاد الجولة هادي كانت ممتعة بزاف بزاف وأنا بالرفقة ديال ليلى وصفاء صراحة استفدت معاهم بزاف ديال الحاجات وما سخيت شي في هاد الخريجة هادي. ولكن دابا درنا الجوع حنا دابا عاد غادي نتغداو. عرفتي شحال دابا في الساعة؟ شوفوا معايا شحال 5 وقسمين حنا عاد غادي نتغداو. عرفتي راه ما كتسخاوش وكتبقاو من بلاصة لبلاصة وكل شيء. كنتمنى حتى نتوما تكونوا استمتعتوا معايا في هذا الفيديو هذا وتعرفتوا على بزاف ديال البلايص. مازال ان شاء الله كنضرب لكم موعد في الفيديو الجاي نشوفوا بلايص وحدين اخرين جداد ان شاء الله. غادي نمشيو نتغداو ومن بعد مباشره غادي نمشيو ندخلوا للدار لان صراحه مشينا. عرفتي حنا كنخدموا معنا الكرونو كنضربوا يعني راه تقريبا كنوصلوا ما بين 10 9 كيلومتر في الطريق وحنا كنتمشاو ولكن ما كنحسوش بها لان صراحه كاين ما يتشاف وتعرفنا على بزاف ديال الحوايج هنا في اليوم مدينه اللي هي زوينه بزاف وكتستاهل الزياره. كتستاهل الواحد انه يجي ويتعرف على هاد المعالم هادو. راه تبارك الله كيجيو الناس من جميع انحاء العالم باش يتعرفوا على شحال من حاجه كاينه هنا في مدينه ليون من معالم من شحال من حاجه كيف ما شاركت معكم اليوم. مدينه ليون راها كبيره تبارك الله فيها بزاف ديال الحوايج راني مازال ما شاركتش كل شيء بحكم الوقت ما كاين شيء نهائيا صراحه. الوقت عندنا قصير ومحسوب فشاركت معكم البعض وصافي عطيتكم هكذا فكره. انا دابا للدار غادي نديروا الكوتي ديالنا ونرتاحوا ان شاء الله. والله يعطيكم راحه الله الى فيديو اخر ان شاء الله. بسلام عليكم باي باي.